24 سنة. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صارت عنده بنية اسمها فاطمة، اللي هي فاطمة الزهراء عليها السلام. هاي فاطمة هواي كانوا يجوها ناس للرسول يريدون يتزوجوها، فالرسول كان ما يقبل يزوجها إلهم، فتقدموا لها أغلب الصحابة، والرسول كلهم كان يرفضهم ويقول لهم بعد هي صغيرة، لأنه هي كان عمرها بوقتها 9 سنوات. فمرة من المرات الرسول كان دا يصلي، كان ينزل عليه ملك اسمه جبرائيل، فقال له يا محمد إن الله يأمرك أن تزوج فاطمة من علي. فالرسول جمع كل الصحابة وكل الناس وقال لهم إن الله أمرني أن أزوج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي علي بن أبي طالب، والله قبل هذا الزواج قد زوجه بها في السماء بشهادة الملائكة، وأمرني أن أزوجه في الأرض وأشهدكم على ذلك. وتزوج الإمام علي عليه السلام من فاطمة الزهراء عليها السلام، وسموا هذا الزواج باسم زواج النورين. الإمام علي بفترة الرسول شارك بكل المعارك، وكان أشجع إنسان بالتاريخ الإسلامي. ومن أهم معارك الإمام علي هي معركة الخندق ومعركة الحرب ضد اليهود اللي يسموها غزوة خيبر. كانوا قبل اكو يهود يسموهم يهود خيبر، هذولا كانوا يحرضون القبائل العربية اللي كانت عايشة قبل على الرسول والمسلمين، يخلون القبائل العربية يكرهون الإسلام والنبي محمد. فالرسول قرر يطلع يحاربهم. ما أعرف ليش هاي المعركة ما حد يذكرها، حتى بفيلم الرسالة ما يطلعوها، هي ومعركة الخندق. عموما بمعركة خيبر الرسول راح هو والمسلمين على مدينة خيبر، كانت عبارة عن مكان بسياج وباب عملاقة، يعني تقدرون تعتبروه مثل القلعة. فكان ماكو غير مدخل واحد لهذا المكان اللي هو